أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بس قبل ما نبدأ الحلقة حابة أشكر عيلة قعدة روقان، إنهم كانوا السبب في إن بودكاست قعدة روقان اتصنف من ضمن أفضل بودكاست العلاقات في الوطن العربي. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. في لحظة في حياة أغلبنا، لحظة كده بتقف فيها قدام نفسك وتسأل: هو الاعتراف ده كان هيغير حاجة لو جه بدري، ولا انتوا كلها كانت في وقته مش في نفسه؟ احنا متربيين على فكرة ان الحق لازم يرجع، وان الاعتراف بالخطأ كفاية يشفي اي جرح. بس الحقيقة ان في حقوق لو اتأخرت في رجوعها بتبقى زي هدية وصلت بعد ما المناسبة خلصت، وبعد ما صاحبها ما بقاش موجود. في ناس بتفتكر إنه مجرد ما يعترفوا يبقى كده عملوا اللي عليهم، وكأن الزمن واقف مستنيه، وكأن اللي اتوجع لسه واقف في نفس النقطة مستني كلمة. بس الحقيقة الاعتراف المتأخر مش دايما عدل، وأحيانا بيبقى أناني. لما حد يعترف بحقك بعد ما تكون اتكسرت وتكون وقفت لوحدك ولميت نفسك من العقد وتعلمت تعيش من غيره، ساعتها الاعتراف مش بيشفي لكن بيوجع، لأنه بيفكرك إنك كنت صح من الأول، بس محدش صدقك ولا اختارك ولا وقف في صفك. الاعتراف المتأخر بيفتح جرح كنا قافلينه بالعافية، مش لأننا نسيناه لكن لأننا اضطرينا نكمل. في علاقات كتير الطرف التاني بيعترف بس بعد ما يكون ضمن إنك مش هتحتاجه ولا هتطلب حاجة ولا هتغير الواقع بتاعك. بيعترف علشان ضميره مش علشانك، وبيعترف علشان ينام مرتاح مش علشان يرجع اللي فات ولا يصلح اللي اتكسر. وهنا السؤال المهم: هو الاعتراف ده معمول لمين؟ ليك ولا ليه هو؟ لأن في فرق كبير بين اعتراف بيجي بدافع الحق واعتراف بيجي بدافع الراحة. الحق الحقيقي مش بس انك تقول انا غلطان، الحق الحقيقي انك تقولها وانت لسه تقدر تغير، وانت لسه تقدر تمنع الأذى، وانت لسه تقدر تتحمل نتيجة اعترافك. لكن لما تقولها بعد ما الشخص ده اتغير وتأقلم وسابك ورا ظهرك، ساعتها الاعتراف ما بقاش عدل، بقى مجرد تصريح متأخر. في ناس اتأذت مش لأن حد ظلمهم، لكن لأن حد اعترف متأخر وأكد لهم إن إحساسهم كان صح وإن وجعهم ما كانش وهم. بس في وقت ما بقاش ليه أي لازمة. الاعتراف المتأخر بيشبه رسالة اعتذار بتوصل بعد ما الشخص اتعلم يعيش من غير اعتذار، وبيشبه باب اتفتح بعد ما اللي كان واقف عليه مشي ومات الأمل. والمؤلم أكتر إنك تكتشف إنك مش زعلان علشان الاعتراف جه متأخر قد ما تكون زعلان إنه جه أصلا وخلاك ترجع تحس بحاجات كنت دفنتها. ساعتها بتحس إنك مش عايز حقك ولا اعتراف ولا محتاج تفسير، انت بس كنت محتاج حد يسمعك في الوقت الصح. ومش كل حق بيرجع بيبقى كده تعوض. في حقوق قيمتها في لحظة استحقاقها، مش بعد ما العمر يتحرك والمشاعر تبرد والقلوب تغير أماكنها. علشان كده من حقك ما تفرحش بالاعتراف المتأخر، ومن حقك ما تحسش بالراحة، ومن حقك تقول جوه نفسك كان نفسي ده يحصل زمان مش دلوقتي. وده مش أسوأ ولا جحود، لكن ده وعي إنك اتعلمت إن بعض الحقوق لو ما جاتش في وقتها بتبقى مجرد ذكرى مش إنصاف. ويمكن أصعب حاجة إنك ما تكونش محتاج ترد ولا تسامح ولا تناقش، لأنك ببساطة بقيت في مرحلة مش محتاج اعتراف ولا انتظار. يمكن العدل الحقيقي مش إن الطرف التاني يعترف،
لكن إنك ما تعلقش شفائك على كلمة جاية متأخر. إنك تفهم إن بعض الناس اتأخرت مش لأنها ما كانتش عارفة، لكن لأنها اختارت تسكت، والسكوت في وقته كان قرار مش غفلة. وفي الآخر الحق اللي مرجعش في وقته مش لازم ترجعه انت ولا تطالب بيه ولا حتى تبرره. كفاية انك تكون عارف انك كنت صح، وانك ما خنتش نفسك ولا احساسك. واحيانا ده كل العدل اللي نقدر نوصله.